سلام سلام، كي راكم بخياتي خواتاتي بناتي امهاتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في قناتي المرأة الطموح. ما تنساوش بالجيم والاشتراك للقناه لتحمل الفائده باذن الله. جيتكم بحلوة زمان زمان زمان، حلوة المروحه بدون بيض بدون زبده، ودرتي اروع اروع صابري على الاطلاق. يجي هشيش مقرمش، بسم الله ما شاء الله. كاع الوصفات تجي فيه ما شاء الله ما شاء الله. اذا شتا وليداتك حبيبه تاع الصابلي، ما تقوليش كاع ما عندي والو، ارواحي جيبي شويه سكر شويه تاع الزيت وروحي ديري هاد الصابلي. نروحوا للوصفه بدون اطاله، نقول بسم الله. جبت الاشوار نتاعي في الاول، درت به كيلو تاع السكر وكيلو نتاع الزيت ونص كيلو نتاع الماء. الكيلو اللي تبدو بها راح تكملوا بها، سواء كيلة صغيرة ولا كبيرة ولا متوسطة. هنا يبقى على حساب ما بغيتو نتوما، ولا حساب الرغبة، ولا حساب أفراد العائلة نتاعكم. في وقت الشتاء ندير نصف كاس نتاع الماء يكون دافي، وبما انه رانا في الصيف درته عادي من السبالة ولا من الروبيني. نروح نميكسيهم غاية ونرجع معاكم. اللي ما عندهاش الاشوار تجيب قرعة وتروح تنخضه ولا ترجه، ايا وتتحصل على نفس القوام. هنا بعد ما طحنتها غاية جبت باسينة هكا ولا إناء واسع باش يساعدكم في الخدمة نتاعكم. نفس الطريقة ديريها في القرعة وتخدمي، تجي بسم الله ما شاء الله. هيا لا نزلت كل شيء باش نكملوا الوصفة نتاعنا بإذن الله. وصفة رائعة تستحق التجربة، وصفة زمان، حلوة المروحة نتاع زمان بالزيت البنات وبدون بيض بدون شوكولا بدون كثرة المكونات. صاي البنات ها ولا شوفوا البنات كيفاش بيض معايا، كيفاش طحنتها مليح ولا ميكسيته. درت رشة خفيفة نتاع الملح، أكيد لازم ديروا الرشة. وعندي لافاني، أنا هذا اللي كان عندي متوفر، هذه اللي كان بقيت لي في القابصة درتها. نتيا ديري أي نكهة بغيتيها ولا حبيتيها، على حسب ما تبغي نتيا ولا على حساب الموجود عندك في البيت. عندي في المايزينا ولا نشاء الذرة تاني باش تعطيني الخفية والهشاشة لهذا الصابلي تاعنا. هاكا خياتي درت قيس هاكا زوج مغرفات مقبين، ولا تقدري ديري 3 مغرفات عادي. هذه المايزينا تساعدكم باش الصابلي نتاعكم يجيكم هشيش هشيش وخفيف بسم الله ما شاء الله. هايلا عندي الكأس الأول نتاع الفارينة. خياتين الفارينة مغربلتها مسبقا، حتى نتوما كي تخدموا تغربلوا ولا تكونوا مغربلها من قبل عادي. درت الكيسة نتاع الفرفارة ولا الخميرة كيميائية، وضفت الكأس الثاني نتاع الفارينة. ندخل هنا يدي ولا بالدراب اليدوي كيما بغيتي بدون دلك اكيد، غير بصبيعاتك وتبقي تدخلي في هذوك 2 كيسان نتاع الفارينة في الاول. في الاول ديري 2 كيسان ولا 2 كيلات نتاع الفارينة على ضربة، ومن بعد تبقي تضيفي بشوية كل وحدة والفارينة نتاعها، وكل وحدة على حسب ما تشرب. الكأس الثالث 2 ديرهم على دفعة، بصح الاخرين تبقوا تضيفوا بالتدريج اكيد، وتخلوا العجينه تاعكم طريه البنات باش الصابلي نتاعكم يجيكم يذوب ذوبان. هاكا هاولا دخلت الكأس الثالث غير بشويه بالاصابع فقط، وهذا الكأس الرابع. هنا تبقي تضيفي بشويه، بالك يبقى لك، بالك ديري هذاك الكاس الرابع، بالك ديري منه نص، بالك ديريها ربع، بالك واحد وكيفاش. هاي انا كملت هذا الكأس الرابع، تبقي تضيفي فيه بالتدريج. صايي هاي انا بالتدريج بالتدريج حتى تحصلي على العجينه اللي تكون طريه. بالك تديري كاس قل ربع، بالك ديري نصف كاس، هذاك الكاس الاخير. كل واحد وعلى حسب النوعيه تاع الفرينه تاعه. ثم ديروا 2 على ضربه، ومن بعد تبقاو تضيفوا بشويه. ندات لي 4 كيسان هيا حتى تحصلوا العجينه طريه. تلمسوا العجين تاعكم باليد اللي تكون ناشفه. انا هنا نغسل يدي ونعاود نولي الخدمه تاعي. شوفوا هنايا عندي سنيوه على جهه دهنتها بالكميه تاع الزيت كنكون غاسلتها من قبل. ونبقى البنات ندير
دوائر بهذه الطريقة. هنايا على حسب المروحات نتوما كيما بغيتوها، بغيتيها شويه كبيره تكبري الكويره نتاعك، ولا حبيتيها صغيره تاني كتصغري الحل الكويره نتاعك. ها هي بهذه الطريقه. تقدري تعاونيها تخبزيها غير شويه وتعاودي تكمليها بالطابع تاني، لك الاختيار. الطريقه اللي تناسبك ديريها. وصفه جد اقتصاديه سهله التحضير بمكونات جد بسيطه، ولا حتى الطبيعه نتاعها وكاع يسهل العمليه ولا يسهل الخدمه عليكم بزاف بزاف. في ديك المرحله البنات كي بقيت نكور فيها كي غسلت يديا ولميت العجين، روحت شعلت الفرن نتاعي. انا نكورها كامل بنفس الطريقه ونرجع معكم بالطريقه نتاع التشكيل. ها هو القالب تاع الطابعه، ها هو هذا هو درته في الفرينه وخبطته، قلعت الزوائد كيما هكا باش الفرينه ما تنحرقلكمش في السني خياتي ودير لكم المشاكل في الكويزينيه. ونبقى نعبز عليهم ولا نزير عليهم بهذه الطريقه ونتحصلوا على الشكل نتاع المروحه. ها هي كل ما تدخلوا الطابع تاكل الفرينه تضربوه وخبطوا زوج 3 حبات. ايوا وبقيو هكا حتى تكملوه باش ما يلصقش معكم العجين في الطابع نتاعكم. هذا مكان هكا شاء تكون الطريقه مفهومه. وديروا كل حبه بعيده على اختها خاطر غادي يفيضوا معنا وغادي يفرفروا خاطر ندير فيها الخميره. لازم هاد المرحله. ها هي وهكذا حتى نكملهم كامل بنفس الطريقه. هذا السني الزوج البنات، هذا التصويره بالعكس، وهذا السني الاول. ها هو انا ما كملتلكمش الطابع حتى ما كانش يصور لي حتى كملت الطابع الحبه التاليه. هنا الطريقه نتاع الطياب، طفيت عليها من الفوق وخليتها غير من تحت كي شفتها احمرت من تحت عاودت شعلت لها غير من الفوق حاجه خفيفه فقط. واللي يحب الصابلي نتاعها ابيض غير ينشف وصاي، ما تزيدش تكدي عليه خلاص. وبصح على كان قديتي عليه من الفوق غير حاجه خفيفه فقط. هيا البنات هنايا بعد ما طاب معايا خليته برد شويه وجبت المعجون عندي. درت هذا المعجون نتاع البرقوق ودرت في الواتكو كونتيا تقدري ديري باي معجون عندك. والطريقه تاع التزيين تاعي تكون اختياري، تبغي ديري دجاج محمص كاوكاو مهرشم ومحمص الكوفريت مرحي صافي على حسب ما بغيتي نتيا. سمحونا البنات على الاضاءه، انا تريسينتي مره تيجي ومره تيروح، الله المستعان. هاي انا ندير كميه نغلق عليها وندير المعجون مع الجوانب كامل ونروح نرمد لها تانيك هاكا وهكذا وهكذا حتى تكملي كاع الحبيبات نتاعك بنفس الطريقه ونرجع معكم. وها هو الصابون نتاعي حاضر وجاهز بكميه وفيره وكميه زكيه بسم الله ما شاء الله. بدون بيض وبدون زبده وبدون شوكولاته وبدون كثره المكونات، وتحصلنا على اروع صابي ديري لوليداتك وفرحيهم به. حبيبتي شويه تاع السكر شويه تاع الزيت وروحي ديري هذا شويه تاع الفارينه هذا ما كان. وروحي ديري هذا الصابي بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا هشيش وخفيف بسم الله ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم شاهدكم في الجنه. مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير وصحه جيده في احسن الاحوال يا رب العالمين، والى الملتقى. السلام.